التفسير إذا وصلنا من طريق صحيح عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يجوز العدول عنه بحال من الأحوال لأي رأي من الآراء. على سبيل المثال كما روى ابن مسعود في الصحيح لما نزل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق ذلك على الصحابة وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام وطمأنهم وقال: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر الظلم في الآية بالإشراك بالله رب العالمين. هذا تفسير قاله النبي عليه الصلاة والسلام